امام النيجيري وشيكا واللقطة ووسام والاربع بطولات في ال9 شهور، وحسين الشحات احنا ما بنخسرش بطولتين، والشناوي اصل احنا كنا عايزين نرجع حق السوبر الافريقي. مبروك الاهلي بطل السوبر المصري المحلي. شفنا ماتش الى حد ما كويس بين الزمالك والاهلي. رجل المباراة ورجل البطولة يعني بمعنى اصح عواد احسن حارس في البطولة، وهو يستحقها، ويستحق كمان احسن لاعب في المباراة، لان لولا هو كان الزمالك زمانه شايل بالثلاثة والاربعة. الراجل ده يا جماعة شال للزمالك 4 تجوان او 3 تجوان، هم اهداف محققة يعني. الناس حطوها حطة مثالية، لا الراجل ده شال. الراجل ده شال. الراجل ده حرفيا كل جماهير الزمالك لازم تحييه. تمام. الراجل ده وصلنا ضربات الجزاء. الراجل شالنا. بص الراجل عمل اللي عليه. الراجل صد ضربتين جزاء خلاص وخلاص وفاضل لنا ضربة ونكسب. لكن شيكا بقى، شيكا اللي انا عمري في حياتي ما شفته بيشوط ضربات جزاء، يعني ممكن من اول ما اتولدت شيكا ده ما شاطش ضربة جزاء، او اليوم ما بيشوط بيضيع. انا نفسي افهم انت داخل تشوط ليه. هو احنا مش هنتكلم على شيكا بس، عمر جابر ضيع، المسلوسي ضيع، بس لا انا بتكلم على شيكا لسبب معين. انا ما شفتكش بتشوط قبل كده ضربة جزاء. هل انت فعلا كنت عايز تشوط ضربة جزاء تاخد لقطة ويبقى انت اسمك انت اللي جبت اخر ضربة جزاء وتقلع التيشيرت وتحتفل مع الجماهير وكده، ولا لا؟ عايز برضك الناس اللي ليها رأي كده تدخل في الكومنتات تكتب لي. عواد وزيزو اخدوا جايزتين فرديين. زيزو احسن لاعب في البطولة، وعواد احسن حارس في البطولة، والشناوي احسن حارس في الماتش او رجل المباراة او رجل النهائي يعني زي ما بيقولوا. امام عاشور المذيع طالع يقول له، او المراسل طالع مستضيفه بيقول له امام عاشور نجم منتخب مصر. قال له لا 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 لا، امام النيجيري، انا اسمي امام النيجيري، انا نيجيري اصلا انا مش مصري. يوم ما حسام حسن هيحطك في دماغه وهو في المنتخب اعرف ان انت مش هتشمها. عشان تبقى ايه، عشان تبقى واضحه على نور كده. احنا بنقوله، انا راجل زملكاوي، بنقوله امام كويس، امام لعيب جامد، امام احسن نص ملعب في مصر، ومش هيجي زيك لفتره كبيره يعني. بس انت خلاص انت خرجت بره الملعب، انت بقى دماغك كلها في الميديا. كهربا بوظك، انا اللي بقول لك اهو، كهربا بوظك. بس امام عاشور بتاع الزمالك مش هو امام عاشور بتاع الاهلي. امام عاشور بتاع الزمالك كان مركز في الكوره، كان مركز في الكوره، مركزش في السوشيال ميديا ولا انه يربي شعره. وسام ابو علي مهاجم اكثر من رائع. الراجل طلع يقول لك بمعنى اصح ان هو عارف قيمه الزمالك، وكان خايف يحس بشعور ان هو يخسر بطولتين، او خايف ان هو يحس بشعور بطوله السوبر الافريقي تاني، لان هو عارف ان الزمالك فريق كبير، فريق من ابطال افريقيا. للناس اللي ما تعرفش، طبعا الاهلي بطل افريقيا ب 12 بطوله، والتاني طبعا الزمالك ب5 بطولات. طبعا ال5 بطولات دول كان الزمالك جايبهم من قبل ما انا اتولد اصلا. فربنا يسهل يعني، وربنا يكرمنا والزمالك يجيله يدخل افريقيا السنه الجايه، ونساعده ونوصله نهائي وناخدوها يعني. ده يبقى كرم من ربنا قوي يعني. يحيى عطية الله اللي اهدى الزمالك السوبر الافريقي جاي يقول لك الاهلي بطل افريقيا. انا ممكن اقول لك ان انا بطل ابطال افريقيا بحصولي على السوبر الافريقي منك. بالنسبه لي، او زي ما هطلع الكلام اللي الجماهير بتقوله او جماهير الزمالك القليله مش الكتيره،
ان البطولة بطولة محلية ملهاش لازمة، كاس صفيح، كلام ما يدخلش العقل. لكن هي اسمها بطولة، انت كسبت بطولة، بس انا كسبت بطولة اكثر اهمية. مش هقول لك لا، الاتنين بطولات، بس في بطولات بتبقى ليها اهمية اكتر. يعني شبهك انت دلوقتي، انت بتقول لي انا معايا 12 دوري ابطال افريقيا. لا معلش، من وجهة نظري دي اهم بطولة بالنسبة للاندية الافريقية. انت من اسياد افريقيا، مش هقدر انكر. لكن ما تطلعش الكلام من اللعيبه بيطلع بيبقى بيستفز الجماهير شويه. تمام. نرجع لموضوع شيكابالا بقى تاني. يعني انا نفسي افهم حرفيا ايه اللي خلى شيكابالا اصلا يروح يشوط. انا شايف من وجهة نظر ان اللعيبه الجديده ادت اللي عليها، دخلت شاطت ضربة جزاء، وهم عليهم حمل كبير جدا ان هم لعيبه جديده. لكن انت انت قائد الفريق، انت لازم تبقى انت داخل متاكد ان انت هتجيبها، وخصوصا ان دي كانت اخر ضربه. يعني انت جبتها، مبروك علينا المكسب، واخدنا الصور المحلي، وكان قال لك ده سوبر صفيح وكاس صفيح بس كنت حطيتها. لكن انت كان همك كله وتفكيرك كله في ان انت تحتفل. انا عايز احفل عليكم. وبكده تكون خلصت حلقتنا. مبروك للنادي الاهلي، بطل السوبر المصري. وان شاء الله ان شاء الله يعملوا ماتش قدام العين كويس. العين الاماراتي فرقه كبيره، سيد اسياد اسيا، فريق مرعب، فريق خطير. هيبقى ماتش مهم جدا للاهلي ان هو يكسبه. والبطوله دي ذات اللي اخدها من الزمالك دافع قوي جدا ان الاهلي يكسب الماتش ويكسبه بسهوله. لان الاهلي خلاص بقى عنده دافع. انا داخل الماتش كده عندي روح معنويه، انا رايح اكسب الماتش، انا هرجع على القاهره هستعد الماتش العين عشان اكسب. انا ما عنديش حل تاني غير ان انا اكسب. ده تفكير الاهلي دلوقتي. خلاص بقى الروح المعنويه رجعت له تاني. قال لك الاهلي لما بيخسر بطوله في اول السنه بيرجع عشان ياخد 5 6. خلاص. على العموم اشوفكم في حلقه جديده. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس. سلام.